بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم. في بداية اليوم يا رب توكلت عليك، ستر ورزق وحالي وعمري بين ايديك. اجعل لي في كل خطوة سلامة وابعد عني الشيطان وسواس. سهل لي الصعب يا رب واحميني من غدر الناس واهديني اليك. وان كان في طريقي معصية ليك ابعدني عنها وقويني على كل مصيبة. خير ما يبدأ به يومك يا مالك الملك. وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفرح قلبي ويسر خاطري. طرشوها. كان زمان أيام الرخص الناس بتشتري الجبنة من البقال. كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد أفندي ياكل الجبنة ويقرأ الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد أفندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد أفندي بعد ما بقى مثقف بقت له أفكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: ايه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش. قالت له: انت بتتريق عليا يا سيد؟ قال لها: عيب انا اتريق عليكي؟ انت معلوماتك ناقصة. السكر حلو ولا مش حلو؟ قالت له: حلو. قال لها: تعرفي انه مؤذي ولا مش مؤذي؟ قالت له: السكر مؤذي في ايه؟ قال لها: ايوه ده سؤال وجيه. اول مرة تسأليني سؤال وجيه من ساعة ما اتجوزنا من 40 سنة. يا سلام، 40 سنة متجوزين. مش حاجة عجيبة دي؟ مش حاجة ما حصلتش دي؟